لو اللثه بتاعتك دايما بتنزف فحب اقولك ان ده اكيد شيء مش طبيعي. اللثه الصحيه الطبيعيه مش المفروض ابدا انها تنزف، حتى لو انت بتغسلها، حتى وانت بتستخدم خيط الاسنان لو اتشقلبت بيها كده. لكن لو ده بيحصل لك فانت اكيد لازم تسال نفسك ليه. الحقيقه ان مفيش غير سبب من 2 بس هما اللي ممكن يعملوا لك نزيف في اللثه. السبب الاولاني هو ان يكون عندك اصلا التهاب شديد في اللثه او جالك مرض معين، والسبب الثاني انك تكون بتعاني من اي امراض مزمنه. انا عايزاك بقى تتخيل معايا كميه الناس اللي ماشيه تقول لبعضها ان نزيف اللثه ده شيء عادي. يعني حضرتك لو قمت من النوم ولقيت دراعك بينزف او رجلك بتنزف هتقول ان ده شيء عادي؟ ما تسيبها تنزف. بالظبط، هي نفس الفكره. وعشان كده احنا لازم نعرف هي بتنزف ليه الاول، وبعد كده ندور ازاي ممكن نوقف النزيف ده. اول سبب واهم سبب ممكن يخلي اللثه بتاعتك تنزف وانت بتغسلها هو انك مش بتغسلها. ايوه، مش بتغسلها. ثم احنا لازم نتفق على حاجه، غسيل اي الكلام ده اللي هو شقلب وقلب، او اني اغسلها اصلا كل فين وفين، او اني اساسا مش بغسلها وفكرت فجاه ان انا اغسلها، كل ده مش غسيل اصلا لا للسنان ولا للثه. لانه ده للاسف مع الوقت بيعمل حاجات كتير جدا، من ضمنها انه اصلا بيعمل لك حساسيه شديده في اللثه، والتهابات بقى وتورمات وحاجات احنا في غنى عنها. شويه شويه الالتهاب ده يخلي اللثه تجمع شويه دم متخثر، عشان كده انت لما بتفكر فجاه انك تغسلها بتبتدي تنزف معاك. غير اللي بيتكون على سطح الاسنان بسبب ان احنا بنقعد مده طويله قوي ما بنغسلش اسناننا، ده مؤشر ان في شويه بكتيريا اتجمعت فوق سطح الاسنان. وبما ان الجسم بيحاول باقصى جهده انه يهاجم اي بكتيريا موجوده فيه، اذا هو بيبتدي يبعت شويه انتي بوديز كده عند اللثه علشان تبتدي تتخلص من البكتيريا اللي على هيئه جير، ودي اللي بتخرج معاك على هيئه نزيف. احنا اتفقنا كتير قوي ان كل ما هتغسل سنانك اطول فتره ممكنه وتعمل مساج للثه باطول وقت ممكن، ده هيخلي اللثه دايما صحيه وتتخلص من كل الدم المتخثر الموجود جواها، وما تجمعش اي بكتيريا ولا ميكروبات، وكمان ما يتكونش الجير اللي هو مسبب اساسي لكل المشاكل الموجوده في الفم. اهم حاجه بقى يا زوار اكلستون هو انك لما تحس ان اللثه بتاعتك بتنزف بشكل مش طبيعي انت لازم تروح لدكتور سنان. معلش، روح. السنان وقتها هيعمل لك حاجه بسيطه جدا وهي تنظيف، يشيل لك كل الجير المتكون على اسنانك سواء فوق او تحت، وبعد كده هيسيبك كده مع نفسك تبتدي تعمل روتين جديد لاسنانك وللثه علشان تحافظ على النظافه دي على طول. مش بنروح لدكتور السنان علشان ننظف سناننا كتير، يعني ده هي مره كل 6 شهور. تعالى اراهنك ولو ان الرهان حرام، لو عملت بس شويه الحاجات البسيطه دي اللثه بتاعتك مستحيل تنزف. انما بقى لو انت من الاشخاص اللي اصلا مهتمين بغسيل سنانهم وبغسيل اللثه بشكل دوري، اللثه بتاعتك بتنزف فاحتمال كبير جدا تكون بتغسلها غلط. ان غسيل السنان اصلا العنيف او اللي مش صح، وغسيل اللثه اللي بشكل مش طبيعي، استخدام خيط السنان بشكل خاطئ، كل ده ممكن يعمل اساسا نزيف في اللثه. خليك فاكر ان اكتر مكان خطير بيتجمع فيه الجير او بتتجمع فيه بواقي الطعام وممكن يعمل مشاكل في اللثه هو ما بين الاسنان وبعضها. المنطقه دي بتعمل جيوب لثويه اللي من بعدها بتبتدي الامراض تتفاقم لحد ما ممكن توصل انك تفقد العظم بتاع الفك تماما. واللثه بتاعه البني ادمين اللي ربنا خلقهم بتبقى مليانه شعيرات دمويه كتير جدا. تخيل كده بقى معايا لثه مليانه شعيرات دمويه كتير حصل لها التهاب وتورمت، طبيعي لما تيجي جنبها اكيد هتنزف. امال يعني هتطلع ايه؟ جيلي؟ لكن تاني حاجه ممكن تبقى اصلا مسببه لك نزيف اللثه ده لو انت متبع كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها من قبل كده، هي ان يكون عندك اصلا امراض مزمنه فعندك مشكله شويه. يعني ناس مثلا زي مرضى السكر من اكتر الفئات المعرضه انها يحصل لها نزيف في اللثه، عشان كده ده بيبقى مؤشر ليهم انهم يرجعوا للدكتور بتاعهم تاني عشان يشوف فين المشكله. لكن ده مش دليل قطعي انك لو ما عندكش امراض مزمنه وعندك نزيف في اللثه ان يبقى جالك امراض مزمنه. روح بس الاول اغسل سنانك واهتم بيها وتعالى نتكلم. لكن لو لسه هتبدا دلوقتي انك تهتم بسنانك وباللثه وتغسلهم بشكل دوري وابتديت تحس بنزيف، سيبه. الموضوع هياخد معاك من 2 ل3 اسابيع تقريبا لحد ما اللثه تبتدي توقف نزيف تماما، وده لان الالتهاب اكيد اللي اتكون ما كانش قليل. سيبها بقى تفضي اللي جواها واستمتع بحياه صحيه جديده مع اللثه بتاعتك. ويلا سلام عليكم.